انا عارف ان صلاح هيضيع. لعيب في مستوى رمه، انت لو دخلت عملت كومنت علينا بتعلق على اللي احنا بنقوله انت مدفوع لك. جمهور الاهلي والزمالك والمصري والمحله والحاجات دي كلها الشعب المصري ده سلعه بتتباع كده، مأجريننا. الكرة اللي عندنا دي من التسعينات عليك، فهم اللي بيتباع لك بضاعه فاسده. مش محتاجه مونتاج. مش قادر ولا مش قادر اتكلم حتى، مش قادر اعمل حاجه. لا بس انا مبسوط. انا برضو بتبتدي بحرف الميم بس مش بعدها مبسوط. والله بجد ده انتصار لكرة القدم والله. ان احنا انتصار على كرة القدم. ان احنا ما ناخدش مركز. الحمد لله يعني. انا طالع مرضي من البطولة الحمد لله. كان نفسي في حاجة واحدة واتحققت، ان صلاح يضيع البلانتي الحمد لله. انا مش عايز اسمع بقى ايه لا اهلي ولا زمالك، جمهور الاهلي والزمالك والمصري والمحله والحاجات دي كلها. احنا ما عندناش كوره في مصر خلاص. كل واحد يرجع كده ايه، يحط فانيلته في شورته كده ويسكت خالص. انديكوا تلعب، اللي يكسب الدوري يكسب، اللي ياخد التاني يكسب، اللي ياخد كاس مصر يكسب، اللي ياخد الرابطه، اللي يتغلب 7 اللي يتغلب 2. الجعان يروح من هنا لهنا، واحد ب100 واحد ب60. شفت المدافع اللي جايب ب60 مليون ده؟ شفت ناصر ماهر برضه راح 60. هي بقت كده خلاص. انا ما عادش فارق لي حاجه خلاص، شكرا كده. مصر ما فيهاش كوره من الاخر كده يعني. من الاخر احنا عندنا ناس لعيبه كوره ومجالس اداره في الانديه واتحاد كوره بيسرحوا على الشعب المصري. الشعب المصري ده سلعه بتتباع كده، مأجريننا نتفرج على المنتج بتاعهم بس، وندفع لهم فلوس على المشاهده. لكن بيقدموا لنا حاجه احنا بناخد حاجه بقى؟ لا. انت بتدفع. هو انت فاكر ان الدوري المصري ده عشان بيجي لك البيت انت بتدفعش؟ لا انت بتدفع. انت لو فتحت الدوري المصري ده كل ماتش اتفرجت على دقيقه، خساره الكهرباء اللي هتدفع على التلفزيون المفتوح ده على الكوره بتاعتنا، وادويه ودكتور خساره. لا ده جمهور الزمالك. خلاص. واقسم بالله العظيم خساره لو هتدفع كهرباء على التلفزيون المفتوح وانت بتشوف ماتش للدوري المصري. خساره وحرام. احنا اتخن لاعب عندنا ما يستاهلش 3 جنيه قصاد المستوى اللي احنا شايفينه ده. اكتر لاعب احسن لاعب في مصر دلوقتي مين؟ محمد صلاح قبل البطوله ومرموش. اديكم شايفين الاثنين عملوا ايه. ميس باص، مفيش كوره، مفيش هجمه، مفيش تنظيم، مفيش حاجه تشوفها ان ده محترف مثلا، مفيش. شكرا. فانتوا ما حدش يطالب يا جماعه بحاجه. اللي عايز يتفرج على كوره في مصر يتفرج، اللي مش عايز يتفرج اهلا وسهلا. ما عدتش هتفرج على كوره خلاص. انا شلت الفيفوريت والحاجات اللي النوتيفيكيشن اللي كانت بتطلع لي للدوري المصري وكاس الرابطه وكاس مصر، شلت كل ده. انا اتفرج على برشلونه، اتفرج على برشلونه، اتفرج على الدوري الانجليزي. محتوانا يا عم، اتفرج على حاجه يا عم تبسطك احسن ما حاجه تموتك. ليه تموت على كوره؟ محتوانا تموت من كوره ليه؟ يبقى طب شوف النتيجه. نتيجه ايه؟ اعرف كده النتيجه ونطلع نضحك عليهم. بيقولوا لي انا تمام كده يعني الحمد لله. الواحد لو طالع من البطوله بحاجه فهو طلع ان صلاح ضيع بلانتي. ده كان اهم حاجه، هدف النهارده ان صلاح يضيع البلانتي. وقبل ما نوصل اصلا للبلانتيات انا بقول لهم انا نفسي صلاح بس نوصل بلانتيات عشان صلاح اللي هيضيع. انا عارف ان صلاح هيضيع. لعيب في مستوى رمه ما يلعبش يا جماعه في المقاولين لو اتعرض عليه صلاح الوقت هترفضه خلاص. فانا كده مرضي وخلاص. مش هتفرج على كوره في مصر تاني. اللي عايز بقى يناقشني في كوره في مصر يبقى يقول لي اصلا انهي ماتش اللي اتلعب ونتيجته كام ونبقى نتكلم فيه، لان انا مش هشوف حاجه تاني. والف مبروك لنيجيريا والف مبروك للسنغال والمغرب ايا كان مين فيهم الاول والتاني. الناس بتقدم كوره بترضي شعوبها مبسوطه، ما بيسرحوش على حد. كلها لعيبه محترفه في اوروبا وكلهم بيدعموا لاعيبتهم. احنا بس اللي بنسرح على بعض. الكرة عندنا عبارة عن سرحة بس على الجمهور، سرحة على المشجعين. مفيش اي حاجة بتتقدم اكتر من كده. ولاعيبة فلوس وملايين وشنط فلوس رايحة وجاية بينهم، واحنا على الحميد المجيد الحمد لله. معلش انا بس لا انا طرشت لان انا قاعد مكتوم. انا الصداع اللي فيا ده من الخنقة يعني. انا كنت مصدع من الخنقة، فممكن كده ارتاح شوية. لو عندك اي يعني طرش بص احنا خلينا نقول ان الاسبوعين اللي فاتوا في الكرة المصرية
مش في افريقيا، يعني مش في افريقيا، في الكره المصريه سلكت تقول كده حصل كل حاجه احنا كنا بنقولها من شهر 8 اللي فات لحد بدايه الاسبوعين. عندك عصر الاحتراف بتاع اللعيب الناشئ لحد دلوقتي. حمزه عبد الكريم اللي جاي له عرض من برشلونه، الاهلي موافق العرض، برشلونه موافقه على العرض، الاهلي خانق اللعيب في ان هو لازم يمضي 3 سنين و هو لسه ما راحش؟ لسه ما راحش. اوكي. يعني كل حاجه تمام، بس الاهلي ضارب في دماغه انت لازم تمضي 3 سنين قبل ما وافق على العرض. انت شايف انت بتعمل، انت بتخنق اللعيب لانهي درجه؟ فاهم؟ فده رقم واحد. الاحتراف بتاع الناشئين احنا مش متقدمين فيه ومش هنتقدم فيه، احنا فعلا لازم قنبله ذريه على الموضوع ده. تاني حاجه، الانتقالات في مصر بالاسعار المش مفهومه. الاهلي راح يجيب مدافع كان معروض عليه ب 25 مليون، اصلا 25 مليون في لعيب ستيل ان هي حاجه كبيره، بس راح جابه بعد كده ب 60، بعدها ب6 شهور، مش بعدها بسنه مثلا، وخلى البنك الاهلي ده الثاني على الدوري، فده لعيب لقطه، فاحنا لا عادي. هو البنك الاهلي الكام؟ السادس السابع في الدوري حاجه كده، راح جابه ب 60 مليون بعدها ب6 شهور، تمام، تقريبا الشهر ب 10 مليون حاجه كده. مجلس اداره الزمالك لسه في نفس المستوى بتاع السبهلله اللي هم فيه، مفيش فلوس بتدفع، مفيش مرتبات بتتصرف، مفيش اي حاجه، والقضايا عماله تزيد وهم لسه على نفس الموضوع. يمكن اللي اخذ اكشن الوحيد اللي انا شايفه ممكن يكون اخذ اكشن هو النادي الاسماعيلي، راح يتعاقد مع شركه كوره، والمفروض ان هو دلوقتي بيريستراكشر الموضوع ويمكن يلحق نفسه ال6 شهور الجايين. نادي الاتحاد السكندري برضو ابتدى يبعد شويه عن منطقه الخطر بان هو جاب كام لعيب منهم قفشه هيفوقهم، ايا كان احنا بنكرهه بنحب لعبه، اكيد هيبقى اعلى من مستويات الناس اللي موجوده في الاتحاد السكندري. بس مجمل بشكل عام اللي حصل في الكوره المصريه الفتره اللي فاتت هو نفس المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها من شهر 8. هو لو في حد من المسؤولين فتح اليوتيوب بص علينا اتفرج على اي فيديو هتلاقي احنا بنتكلم في كذا في نفس البوينتس دي. نروح بقى اللي كان بيحصل في الدوري المصري او في الكره المصريه، هاتوا بقى على المنتخب اللي اتكلمنا فيه. حسام حسن، احنا فيديو اللي وصل ل4 مليون فيو واتشتمنا فيه، هو ده الفيديو اللي احنا قلنا يا جماعه حسام حسن مش قد المنتخب، هو مش بتاع منتخب، هو ما عندوش فكر هيقدمه، هو ما عندوش حاجه، هو ما فيش حاجه تقدر تقول ان هو ده حسام حسن غير الشده. وانا قلنا الشده دي ممكن تنفع كمدير كوره مش كمدرب منتخب مصر، يعني خليه مدير كوره خلاص ما فيش مشاكل. اللعيبه ما فيش لعيب عنده اساسيات كوره، دي احنا قلناها، احنا واصلين ل 40 50 فيديو النهارده، احنا في ال 40 50 فيديو بنقول ما فيش لعيب مصري عنده اساسيات كوره. حرفيا الوضع كارثي. محمد هاني مش عارف يستلم، صلاح مش عارف يجري، مرموش مش عارف يلم، مش عارف، مفيش حد عندك النهارده. انا بسأل كريم انت مين اللعيب اللي عندك اللي هيمسك الكرة يطلع يجري يمين او شمال ويرفع؟ ما انت ده حل، يعني ده حل من الحلول لاي مدرب، ان انا يبقى عندي لعيب اقدر انزله الماتش متعقرب هيجي لي يا عم من ناحيه اليمين ياخد الكره ويجري من وسط الافارقه وهيرفع، وعندي هيدر هيجيب جون والدنيا خلصت، هيرفع 3 4 مرات هتيجي واحده فيهم. انت ما عندكش لعيب في الدوري المصري في الميزه دي. وصلاح اللي عندك هو حتى قال لك صلاح 2017، يعني قبل 2017 ما فيش، بعد 2017 ما فيش. انت خدت بالك اصلا من فرق المستوى بيننا وبين لعيبه نيجيريا؟ من انت عارف وبتمشي. عارف بجد والله، عارف لما تدي الكره للعيل عنده 4 سنين 5 سنين يلعب بيها معاك وتجري تهرول جنبه كده وتقوم ساحب الكره منه ويجي يقطعها منك، تقوم جايبه كده وتقوم مديها له وتروح تاخدها منه. هم لعيبه نيجيريا بتعاملنا كده. فرق اللعيب عندنا عرقان وبيعمل كده وميت وبيعمل فنتات وبيلف ويدور، وبتاع نيجيريا بيتمشى جنبه ليه؟ لا هيمد رجله كده حاسب يا عم تعرفنا. ما فيش. انا قعدت ركزت كده في كام هجمه يعني كده، احنا مش عارفين نحط الكرة على الارض نلعب 4 5 باصات لقدام، لا احنا بس ايه لورا 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 لورا. ده لو عرفنا نرجعه لورا، يعني احنا اصلا بنباصي لورا ممكن تتقطع مننا. ففي فرق مستوى. احنا يعني اما دول يكون عندك دول ال 23 لعيب الطب في مصر دلوقتي، يعني انت اما تقعد تشتري الانديه، اما تقعد تشتري ب 100 مليون وب 60 مليون وحاجات كده وتروح تعمل منتخب ده الطب عندك ما بيلعبش كوره، يبقى انت بيضحك عليك، انت بيتباع لك بضاعه فاسده من الاخر. والله العظيم يا جماعه انا بفتح عينيكم على حاجات، ما تبقوش جهله، ما تبقوش جهله.
احنا ما عندناش كوره، ما تتابعش الكوره، ما تتحرقش دمك على كوره تانية، ولا تمسك في صاحبك، ولا تتخانق مع حد، ولا تخش تكتب كومنتات تشتم في حد. انت ما عندكش كوره تتحرق عليها. انت شفت النهارده المستوى عامل ازاي؟ يا عم انت محروق دلوقتي، انت محروق على ايه؟ لا انا عشان الناس بس، ما فيش واحد دلوقتي فلوطه يجي في الكومنتات يقول لك انت ضد مش عارف مين ولا ضد مش عارف مين. لا حبيبي، انت كده مدفوع لك. انت لو دخلت عملت كومنت علينا بتعلق على اللي احنا بنقوله، انت مدفوع لك من الشخص اللي انت هتدافع عنه. انا مش شايف حد النهارده بيأدي دوره بما يرضي الله. مفيش لما يبقى مصر يطلع منها منتخب زي ده. احنا عندنا منتخب العرب كده ليه؟ لان طلع بمشاكل وطلع بحسابات وطلع بحاجات تانية غير الكوره. خلاص فقلنا ايه، يلا نفكر في المنتخب الكبير. لكن يجي منتخب العرب حلمي طولان يقول لك دي القماشه اللي عندي، ويجي حسام حسن يقول لك دي الامكانيات اللي عندي. ما اقفل يا عم البلد دي بقى، اقفل الغي الكوره يا عم. ايه ده؟ احنا نقفل القناه كده واحده اقفل الكوره يا عم، العب سكواش، اقلبها سكواش. احنا كويسين في السكواش، لعبني سكواش يا عم، ونعمل جمهور للسكواش، او نشجع هاند بول. احنا كويسين في الهاند بول. طب نخسر نهائي برضه يا عم كويسين. عندك فرقه اما بتتغلب بتبقى عايز تشيلهم على دماغك، لكن كده. انا اخر بس كومنتين علشان برضو، عشان احنا اصلا والله ما قادرين يعني. بس اخر كومنتين، كان في كومنت على حسام حسن وكومنت على مصطفى شوبير. خلينا في مصطفى شوبير. مصطفى شوبير هو قماشه كويسه جدا، انا ده عن اقتناع بالنسبه لي. قماشه كويسه جدا، وصد اول بلانتي الدنيا تمام. الاربع بلانتيات التانيين هو رايح في نفس الزاويه. هو طب انت مستني ايه؟ مين اللي مستني ايه؟ شوبير مستني هو رايح لا في نفس هو تكتيك. هو تكتيك. طب ما اول واحده كانت شمال والاربعه التانيين يمين. هو تكتيك، قال لك انا هنط الثلاثه او الاربعه كده، ممكن واحد يشوط لي كده. ما هم شطوا ما هم يا ابني الكره اللي عندنا دي من التسعينات، فهم الحاجات دي عارفينها وحافظينها. ما ده اتكلم ان هو قماشه، فاللي هو عمله في البلانتيات انا مش فاهمها يعني. هو الواد حلو تمام، بس اللي عمله في البلانتيات انا مش فاهم. ده اول كومنت على مصطفى شوبير. مستر حسام حسن، بعد الماتش اللي فات احنا طلعنا انتقدناك بس اللي انت عملته في المؤتمر بعد الماتش، مؤتمر قبل الماتش بتاع النهارده، ده دماغ عيل صغير. اصل احنا خسرانين، انت واخوك كابتن ابراهيم وكابتن حسام، اصل احنا خسرانين بسبب الناموس، اصل احنا جايين عرقانين، اصل احنا ما غيرناش اللحاف، اصل عارف انت اللي هو انا لازم الاقي حجه. عارف انت لو طلعت قلت انا غلطان، احنا كلنا كنا هنتنبأ ان ايه، لا ده احنا كده ممكن نتحسن، لان انت اعترفت بغلطك خلاص. واحد اعترف بغلطه هيروح يصلحه، معروف. لكن انت النهارده مش شايف ان انت غلطان وبتتحجج بحجج غريبه. اصل الجمهور، هو انت الجمهور راح يطبطب عليك وانت يا عم افرض انت كنت صعدت النهائي، ما كنت هتلعب المغرب في ارضها في وسط جمهورها وكان هيصفر عليك، كنت هتتشتم بالاب والام. ده كنت هتاكل 6 زي بتوع الاولمبياد مثلا. لو كنت لعبت المغرب بالمنظر ده، انت النهارده الجمهور بيصفر عليك مش طايقك. والله احنا قاعدين اصلا مصريين ومش طايقين المنتخب احنا بتاعنا. كنا عايزين النيجيريا تحط نيجيريا تحط جون وتخلص. فعلا ماتش تقيل يعني. الماتش الوحيد في تاريخك يا حسام حسن اللي انت لعبته لحد دلوقتي اللي انا شفته هو ماتش الكاميرون كوت ديفوار. ماتش كوت ديفوار ولا قبل ولا بعد، حرفيا زيرو فكر، زيرو بريفورمانس. انت مفيش، انت ما جيتش، انت ما بتدربش كفايه. ولو انت يا عم بتحب مصر زي ما انت بتقول، انت واللعيبه ال11 اللعيب ال30 اللي معاك، 30 ده شارع عندنا، انتوا كلكم 30. سيب المنتخب خلاص كده كفايه. انتوا لعبتوا كلكم كاس عالم قبل كده، انت يا عم ما لعبتش كاس عالم، مش لازم تلعب دلوقتي. وكفايه بجد، كفايه لاجل 120 مليون واحد منهم الراجل اللي كان قاعد يقول لك اصل انا بشوف النجار والسباك وبتاع وهو بيفرح. طب سيبنا نفرح نفسنا نفرح. خلي بالك حسام مكمل للاسف معانا في كاس العالم، ده اللي واضح يعني. لان مفيش اوبشنات غير كده دلوقتي، لان انت لو غيرت مدرب دلوقتي تروح تتفضح في كاس العالم خلاص. ولو ما غيرتش هتتفضح، فتتفضح بالراجل ابن بلدك احسن ما واحد يجي يقبض يقبض بالدولار ويقبض بكده ويخسرك. المهم بس انا عايزين بس نفكر في حاجه في الفكره اللي انت قلتها، موضوع ان احنا الفتره الجايه نبدا نتكلم على حاجات او مواهب او لعيبه مش متشافه ممكن تنفعنا في المنتخب. يعني احنا مثلا منتخب مصر
ما فيهوش لعيب اللي هو رقم 10 اللي هو بيستلم من نص الملعب ويبدا يدي للكره الفراوده اللي هو ايه عبد الله السعيد او ناصر ماهر. اللعيب اللي هو ايه حريف قوي وياخد الكره كده يطلع لك ده ويطلع لك ده ويلاعب ده ويلاعب ده. احنا ما عندناش اللعيب ده. هي مصر ما فيهاش، لا هي مصر فيها، بس ينفع خلال الست شهور الجايين دول تبدا بقى تغير الجلد خالص. يعني فور بقى اللعيبه اللي عندك دي، انزل بقى بمعدل الاعمار، حتى العب انت. مصر دلوقتي عامله بلان لماتشات وديه مع منتخبات تقيله، مش عارف اسبانيا نرويج برازيل حاجات غريبه كده. ابدا بقى ايه فور وهات والله بجد، هات لعيبه بقى صغيره، هات لعيبه جديده ما راحتش المنتخب، هات لعيبه عندها حميه وعندها حرقه على المنتخب، لو لبس التيشيرت كده هيأدي 100%. وابدا بقى ايه اعمل خطه لنفسك. ما تبقاش منتخب مصر نازل انا هلاعب نيجيريا النهارده يبقى انا هلاعب ب7 ورا وقدامهم 2، هلاعب كوت ديفوار يبقى انا هلعب ب6 قدامهم 1 واحط واحد على الجنب يجري اما نقطع الكوره. لا، ابدا بقى ايه منتخب مصر، انا خطتي كذا، انا بلعب 4-4-2، بلعب اي تشكيله، هنزل قدام اي حد هلعب كده اللي قدامي يعمل لي حساب. ايه في انا عارف 6 شهور مش كتير، مش قليل، مش كتير ولا مش قليل. 6 شهور دول وقت قليل انك تبني منتخب من الاول. وبعدين انت داخل على كاس عالم اصلا ومعاك 3 منتخبات في المجموعه، بلجيكا ومش عارف وايران ونيوزيلندا. ينفع نعمل يعني منظر حلو قدامهم، وهيبقى في احسن توالد كمان، فالدنيا ايه هتزق. فعايزين نبقى شكلنا كويس، نبدا ان شاء الله الفتره الجايه نبدا نبص على الناس الكويسه ونبدا نتكلم عليها، نغير الجلد ده خالص بقى. محمد هاني، الشناوي، ربيعه، كل ده شكرا بقى، كتر خيركم اديتوا ما عليكم. 4-5 بطولات ورا بعض بنشوف نفس الاسماء. نبدا بقى نغير كده ونشوف ايه الدنيا وايه كويس، وربنا يسمعنا خير يعني. لحد قائمة كاس العالم هنبتدي ندور على لعيبه، واحنا برضو ممكن ما نكونش عارفين كل اللعيبه اللي المفروض نعرفها. لو حد عنده في بوزيشن معين، مهاجم، جناح، مدافع، واحد حتى مش معروف في الدوري المصري محترف بره ومحدش عليه عين، ايا كان يبعته لنا او يكتبه في الكومنتس، واحنا هنسرش عليه وهنشوف هل هو فعلا مستحق ان هو يتقدم لمنتخب مصر ولا لا. يمكن وعسى ان يعني حد يبقى طلع له الفيديو كده صدفة فيشوفه ونبقى سبب، ولو 0.00001% ان مصر تعمل حاجة في كاس العالم ده لو عملت يعني. المهم يا كيمو، هتوحشني لحد لما اعرفش هنعمل ايه الفترة الجاية يعني. هو مبدئيا احنا مش هنصور حلقات على الدوري المصري خلاص. ولو انتوا هتصوروا انا مش طالع مبدئيا. في هات مراد بقى زملكاوي ومعاك انت اهلاوي وخبطوا في بعض، انا مش هتكلم على دوري مصري تاني شكرا. انا مسحت الفيفوريت من الابلكيشنات خلاص، ومش هسمع حاجه على الدوري المصري. فمع بعض بقى في ايه، في كلاسيكوهات بقى، برشلونه، ريال مدريد، دوري انجليزي، دوري ابطال اوروبا، نخش بقى في النظيف بقى يعني فاهم. اغسل كده النهارده محتاجين ايه هو السيتي واليونايتد. بس انا يعني انا ماتش مصر والله ما مخليني قادر اتكلم في اي كوره. خلاص بقى احنا الحمد لله. صب زيت على اللي فات بقى خلاص. صب ميه نار، صب جاز على اللي فات. اسف. نشوفكم في حلقه جديده، وما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس والكومنت. السلام عليكم.